حبينا احنا قوي فقرات التوفير، عملنا قبل كده صابون المواعين وعملنا بعد كده الشاور وصابون الايدين. المرة دي هنعمل الدوني، وكمان انا هستخدمه كمعطر للجو، لان معطرات الجو بقت غالية جدا جدا جدا. فلقيت في بتاع الصبانة، لقيت عنده حاجة اسمها ليمونة. ليمونة ده عنده معطر دوني، معطر للملابس والمفروشات. انا كمان غير ان انا هستخدمه دوني، هعمله معطر للجو زي ما قلت لكم. كنت جايباه ب 30 جنيه. المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو يعمل 8 كيلو اهو، مكتوب هنا هو ان هو بيصل الى 8 لتر من الماء. لا انا مش هعمله 8 لتر، عشان زي ما قلت لكم هستخدمه معطر للجو. انا هعمله مثلا 5، هشيل 3 عشان عايزاه يبقى مركز جدا ونجرب. فاحنا اول ما هبدأ ب3 لتر الاول اهو. دول 3 لتر ميه، هبدأ ان انا احطهم واشوف التركيز بتاعهم قد ايه، وابدأ ازود لحد ما اوصل ل5 لتر واشوف التركيز بتاعه هيبقى عامل ايه. يلا بينا نشوف. المفروض ان انا ارجها الاول. بصوا لما حطيت الميه ورجيتها، الميه تقلت فيها. بصوا مليانه، مليانه خالص. هنزلها بقى واجيلكم. طيب بعد ما حفرة طويلة جدا قدرت ان انا انزل الحاجات الكلاكيع اللي هي فيه دي، لان الصراحة الباكج بتاعه مقرف جدا. يعني يا ريتهم يعملوه باكج اوسع من كده شوية. هبدأ بقى اقلب. دول 3 لتر زي ما اتفقنا. احاول بقى اشيل الكلاكيع دي. بصوا دلوقتي بصوا القوام بقى عامل ازاي. لازم كده اصب 3 لتر كمان. هبتدي ان انا اصب 3 لتر كمان. طيب احنا كده بقى معانا 6 لتر. يلا بينا نبدأ ندوبهم. بصوا دلوقتي ال6 لتر قوامهم تقل قوي برضو تاني اهو، جدا جدا جدا. يعني
بصوا تقيل قوي برضو يعني، لا لازم يخف شويه كمان. فهبدا احط اخر 2 لتر. بصوا هو برضو تقل، بس اللي هو ايه خلاص يعني دي كده دلوقتي القوام الكويس جدا. تقدري بقى، احنا الاول لازم نسيبه يخمر على الاقل 4-5 ساعات زي ما انتم متعودين. انا بسيبه ليله كامله يخمر، بس هو عموما ريحته حلوه قوي وقوامه زي ما انتم شايفين اهو. احنا بس عايزين نشوف ثباته. طب انا لو عايزه استخدمه بقى كمعطر بخاخ يعني معطر جو، لازم اخد حبه منه في بخاخه وازودها ميه، عشان ده مش هيمشي في البخاخه، ده كده مش هيطلع من البخاخه. لازم تخففيه اكتر من كده شويه في البخاخه اللي انت هتعمليها معطر للجو. تمام كده. بس ايه انا هسيبه بقى يخمر لتاني يوم، وبعدين نبقى نشوف شكله عامل ازاي، ونبدا ان احنا نستخدمه كمعطر كمان للجو، ومسح بقى ارضيات، دوني للهدوم، كل حاجه بقى. شوفي هتستخدميه معطر لاي حاجه، معطر للمفروشات بتاعتك، للسجاد، الحاجات دي كلها بقى استخدامات الدوني اللي انتوا عارفينها. بس هو بصوا ما شاء الله من دلوقتي اصلا تقيل جدا، مش عارفه هيتقل اكتر من كده ايه. هنسيبه بقى يخمر، وان شاء الله بكره الصبح نشوف هيحصل فيه ايه. بصوا احنا تاني يوم دلوقتي، بصوا عامل ازاي. انا عايقه اهو، بصوا شايفين القوام عامل ازاي، يعني مفيش اتقل من كده فعلا. قوام تقيل جدا، عامل زي بالظبط قوام الكيكه. يعني بصوا مش هتنزل، مش هتغطس لجوه، عامل زي قوام الكيكه قبل ما نبتدي نسويها. بجد ما شاء الله. وريحته كمان حلوه جدا جدا. يا رب بس تكون ريحته ثابته. بس القوام مش ممكن، يعني مش ممكن ده قوام يعني، ما شاء الله بجد. فده كده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايكات وتعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي حابين ايه تاني اجربه لكم. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش كمان اللي حابه تشتغل معايا تبعتلي على الواتساب على رقم التليفون اللي بسيبه لكم. وما تنسوش كمان تشتركوا في جروب التليجرام اللي موجود عندي، عشان بحط لكم فيه اخر الفيديوهات اللي بعملها او اللايفات اللي بطلع فيها، او لو عندكم اي اسئله برضو بتبعتوها لي.